عام 1975. المغرب العربي أرض الإمبراطوريات القديمة والثقافات النابضة بالحياة، تغلي بالتوتر. زعيمين قويين، الملك الحسن الثاني ملك المغرب، والرئيس هواري بومدين رئيس الجزائر، يخوضان صراعا صامتا من أجل الهيمنة الإقليمية. تنافسهما الذي يغذيه المظالم التاريخية والاختلافات الأيديولوجية يمتد إلى كل جانب من جوانب علاقتهما، حتى أبسط التبادلات الدبلوماسية تصبح اختباراً للإرادات، رقصة دقيقة على حافة الصراع المفتوح. أحمد رضا كديرة مستشار الملك الحسن الثاني المقرب يصل إلى قصر المرادية في الجزائر العاصمة، يحمل معه رسالة من ملكه، وهي بادرة دبلوماسية تبدو روتينية. كديرة دبلوماسي محنك معروف بذكائه الحاد ولسانه البليغ، ليس غريبا على تعقيدات فن الحكم. ومع ذلك بينما يخطو إلى القاعات الفخمة للرئاسة الجزائرية يشعر ببرودة غير عادية في الجو. الرئيس بومدين، الزعيم الثوري الذي وصل إلى السلطة من خلال حرائق حرب استقلال الجزائر، ينتظر كديرة. بومدين رجل ذو عادات متقشفة ومبادئ ثابتة، يكن عدم ثقة عميقة في النظام الملكي المغربي. إنه ينظر إلى نظام الحسن الثاني على أنه من مخلفات الاستعمار وعقبة أمام رؤيته لعالم عربي موحد وثوري. بينما يدخل كديرة المكتب الرئاسي تنجذب عيناه الثاقبة إلى تفصيل يبدو غير مهم. بومدين جالسا على كرسي دوار كبير، متمركز بطريق يشير فيها حذاؤه مباشرة إلى ضيفه. في عالم الدبلوماسية حيث تحمل الرمزية وزنا هائلا، فإن مثل هذه الإيماءة ليست مجرد إشراف، إنها إهانة متعمدة، استعراض محسوب للازدراء. كديرة خبير في البروتوكول يدرك الإهانة على الفور، يبقى وجهه جامدا ولا يخون أي تلميح للغضب الذي يغلي في داخله. إنه يعلم أن أي إظهار للعاطفة سيكون انتصارا لبومدين وتأكيدا على قدرة الزعيم الجزائري على استفزازه. ومع ذلك فإن كديرة ليس من النوع الذي يتم ترهيبه بسهولة. كلمات بومدين عندما يتحدث أخيرا مليئة بازدراء مكشوف. يخاطب كديرة ليس كرئيس دولة زميل، ولكن كمرؤوس مجرد رسول. لهجته متعالية وكلماته تقطر سخرية. يستمع كديرة بصبر وعقله يتسابق. إنه يعلم أنه يجب عليه إبلاغ الحسن الثاني بهذه الإهانة، لكنه يعرف أيضا مزاج الملك. الحسن الثاني ملك فخور وجذاب، ليس معروفا بصبره، خاصة عندما يتعلق الأمر بمسائل الاحترام والشرف. يخشى كديرة أن تكون استجابة الملك سريعة، مما يدفع الدولتين إلى حافة الحرب. ينتهي الاجتماع فجأة كما بدأ. كديرة مهمته غير مكتملة، يعود إلى المغرب بقلب مثقل. إنه لا يحمل معه وعد السلام أو التعاون، بل بذور الفتنة، الثمرة المرة للكرامة المجروحة. الحادث في قصر المرادية الذي يبدو تافها ظاهريا يقطع عميقا في قلب النظام الملكي المغربي. إنها إهانة علنية، تحد لسلطة الحسن الثاني وشرعيته. الملك عند سماع تقرير كديرة يثور غضبا، يخطو في أرجاء قصره، صوته يتردد صداه عبر القاعات الفارغة متوعدا بالانتقام.
يعج بلاط الحسن الثاني بالنشاط. يتحرك المستشارون والمقربون مستشعرين غضب الملك بحذر خوفا من إثارة غضبه الأسطوري. ينصح البعض بضبط النفس بحجة أن الرد المدروس هو تصرف الأكثر حكمة. آخرون يغذيهم غضبهم وطموحهم يهمسون بالانتقام بالرد على بومدين ونظامه المتغطرس. الملك الراحل الحسن الثاني حسب ما يروى شعر بالإهانة من تصرف بومدين، لكن ذلك لم يغفره له على الرغم من إرسال وزير خارجيته إلى المغرب بعد الحادث. يقول أحد الذين عاشوا هذه الفترة عن كثب لمجلة الأيام: إن الحسن الثاني ظل لفترة طويلة مشغولا ومتوترا، وكان يفكر في رد مناسب على هذا الموقف، إلى أن استلهم فكرة من قصة الملكة بلقيس والنبي سليمان، وتحديدا الآية: قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. تبعا لذلك أمر الحسن الثاني بطلاء جزء كبير من رخام قاعة العرش بمادة لزجة تجعل كل من يسير فوقها يتزحلق. أما الزربية فوضعت في مكان جلوس الملك فقط، وفور وصول ضيف الملك وفقا للمخطط سار بضعة خطوات حتى تزحلق وكاد يسقط أمام قدمي الحسن الثاني الذي أمسك به فورا، وقام بترديد عبارته: قل لصديقنا بومدين إن الملوك لا يسقطون ومستشاروهم لا يهانون. في كتابه بوتفليقة والجزائر يقول الكاتب الجزائري محمد سيفاوي بالنسبة لعلاقة بوتفليقة بالمغرب: أعتقد أن الأمر يتعلق بعامل نفسي واضح. بوتفليقة كان أكثر مغربية من المغاربة أنفسهم، لكنه كان يكن كراهية شديدة للمغرب ويعاكسه في وحدته الترابية. كان يكره الحسن الثاني لأنه كان يشعر بأن الملك يعامله بتعالي، فبينما كان بوتفليقة معجبا بشخصية الحسن الثاني كان يكن له حقدا، ويظهر ذلك بوضوح في رسائله التي كان يختمها دائما بعبارة خادمك المخلص، حيث كان يرى الملك بمثابة شخصية مقدسة في أعين شعبه أكبر منه سنا وأكثر تجربة. أثناء تشييع جنازة الملك الراحل ظهر بوتفليقة وهو يسير بجانب سيدي محمد وراء جثمان الملك، مما لفت الانتباه عندما وضع يديه على نعش الملك المحمل على سيارة عسكرية. يفسر أحد الشخصيات الوازنة في الحكم هذه الدلالة النفسية على أنها تعبير عن رغبة بوتفليقة العميقة في أن يخاطب الحسن الثاني ندا للند. هذا الشعور بلغ ذروته عندما أصر بوتفليقة على لقاء الحسن الثاني في سبتمبر 99، إلا أن الملك الراحل توفي في يوليو، أي قبل شهر من اللقاء الذي كان بوتفليقة يعول عليه. لذلك كان من الممكن تفسير دموع بوتفليقة في جنازة الملك الراحل على أنها تعبير عن خيبة أمل عميقة.